خبر وفاة أسطورة كرة القدم الجزائرية رشيد مخلوفي اللي وافته المنية عن عمر ناهز 88 سنة هز مشاعر الجزائريين والمحب الكرة في الوطن العربي. رشيد مخلوفي اللي اتولد في مدينة سطيف سنة 1936 يعتبر من أبرز وأهم لاعبي الجزائر عبر تاريخها، ومشواره كان مليان بالإنجازات والتحديات. رشيد بدأ مسيرته الكروية من صغره، وسرعان ما انتقل لفرنسا وانضم لنادي سانت إتيان الفرنسي، واللي بقى من نجومه وأحرز معاه بطولات كتيرة في الدوري الفرنسي. بفضل سرعته ومهارته العالية كان يطلق عليه غزال البحر الأبيض المتوسط، ودي شهرة خلت الجماهير الفرنسية والجزائرية تعشقه وتتابع كل خطوة ليه. لكن اللحظة الفارقة في حياته كانت سنة 1958 لما قرر يسيب المنتخب الفرنسي وينضم لفريق جبهة التحرير الوطني الجزائري، واللي كان بيمثل صوت الثورة الجزائرية ضد الاستعمار الفرنسي. قرار مخلوفي ده كان تضحية كبيرة لأنه اختار بلده ودعمه للقضية الجزائرية على حساب الشهرة العالمية. بعد استقلال الجزائر رجع مخلوفي للملاعب الدولية ولعب موسم في سويسرا، وبعدها رجع تاني لنادي سانت إتيان وفاز بألقاب كتيرة معاهم، وبقى من أهم اللاعبين في تاريخ النادي. كما كان ليه دور كبير في تدريب المنتخب الجزائري قيادته لكأس العالم سنة 1982، وساهم في الفوز التاريخي على ألمانيا الغربية خلى اسم الجزائر يلمع عالميا. النهارده بوفاة رشيد مخلوفي الجزائر بتودع رمز من رموزها الرياضية اللي علم أجيال كتيرة يعني إيه وطنية وإخلاص. هيفضل مخلوفي في ذاكرة الجزائريين والعرب كأحد أبرز الشخصيات اللي ساهمت في صنع تاريخ الجزائر، وقدموا لينا نموذج مشرف للروح الوطنية.